واخيرا وصلنا. ترى اوه اوه بعيدا عن العشوائيه اللي عاملها شهاب دلوقتي في الاوضه، بس احنا رايحين ايطاليا يا جدعان، احنا رايحين ايطاليا. ان شاء الله تكون رحله لذيذه كده ان شاء الله، وخلينا نشوف هتحصل فيها ايه. يلا نشوفكم واحنا رايحين المطار. يا اسطى احنا دلوقتي يا جدعان في السوبر ماركت، بنحاول نجيب اي حاجه كده نقضي بيها الايام عشان المطار حاجته غاليه. خلينا نشتري. خلاص تاخد حمص ايه؟ هنعمل بيه حمص. خلينا ناخد ايه؟ هاخد دي. انت الراجل مركز معايا قوي. تعلم ليه؟ عشان كانت معاك كام؟ ماليش علاقه يعني. وهاخد شوكولاته. طيب انت تعرف ان انا اكتشفت ان انا باكل الحاجات دي، ان الحاجات دي فيها سلامي، وانا عمال اكل فيها بقالي اسبوع تقريبا. اكلت لحمه خنزير يا اسطى. ايه يا اسطى؟ تشتري معجنات انت؟ هتجيب ايه؟ لا مش هجيب معجنات. انت هتجيب ايه؟ هجيب الفتره دي. تخلي الفقير ياكل؟ عشان تخلي الفقير ياكل؟ ايوه هاكل واحد دلوقتي وتنتهي. طيب دلوقتي رايحين على المطار اهو، خدنا الحاجة الساعة وخدنا الأكل، يلا بينا نروح سوا. حتى ما بتبانش إن أنا بصور. الراجل لما كان مركز معايا اللي هو إيه، أنت بتصور ولا ما بتصورش؟ هروح أقول له بتصور، فهيقول لي لا ما بصورش، فهيتحرق جوه. فاهم؟ مش ممنوع على فكره. معرفش، ممكن يكون مفكرني ماسك حاجة مثلا، معرفش. بصوا يا جدعان، احنا في الاتوبيس. ازاي بناخد تيكت؟ هوريكم دلوقتي. بناخد تيكت من هنا عشان دي 5 دقايق ناخد 5 دقايق ودوس عليه. فبيبدأ بقى يرد عليا ان انا 15 دقيقة، يعني تذكرة لحد مدة 15 دقيقة. فاهم؟ بس هنوصل ان شاء الله المطار ونكمل. وصلنا يا جدعان، استنى اوريكم الايربورت. استنى وصلنا الايربورت يا جدعان كده. نفس الكلام هنا، واحنا داخلين على البوابة هنشوف. دلوقتي وصلنا المطار خلاص، وعدينا من التفتيش. دلوقتي مستنيين الطيارة. يا مسهل المطار. استنى اوريكم المطار اهو. هو صغير شويتين 3، يعني هو تقريبا المطار في المدينة بتاعتي عبارة عن كده بس، عملوها كده بس كده خلص المطار تقريبا. ان شاء الله تكون رحلة لذيذة،
ومتفائل متحمس قوي وخلصنا تفتيش وخلصنا كل حاجة، يا دوبك بس مستنيين البوردنج الأساسي، وبعد كده إن شاء الله هنتجه بقى لميلانو في الأول. خلينا خطوة بخطوة مع بعض ونكمل بقى. استنوني بقى لما أطلع الطيارة. يلا بيس. رايحين الطيارة. هو مفيش ممر السعادة بس في سلم السعادة، يمشي معاكم؟ وصلنا. تحب تقول حاجة بالمناسبة دي؟ الحمد لله على السلامة، وإن شاء الله رحلة موفقة بإذن الله. وصلنا يا جماعة، وصلنا من ايه؟ طيب الطيارة اتأخرت في بولندا إن هي تيجي، فاحنا اتأخرنا كمان في إيطاليا. وصلنا على الساعة تقريبا 12 وشوية كده، مفيش مواصلات والكلام ده، قاعدين في المطار زي ما انتوا شايفين كده شباب قاعدين وتقريبا المطار كله قاعد معانا بس. فلما نخلص وكده ونوصل السيتي سنتر هنكمل. دلوقتي طلع الصبح، اما تقريبا رايحين على السيتي سنتر بتاع المدينة. تمام، مفيش غيرنا اصلا في الباص تقريبا كله فاضي، واحنا في الطريق حاليا اهو. استنى للسيتي سنتر بالظبط ان شاء الله. فخلينا نشوف بقى. وصلنا وسط البلد سيتي سنتر، ورايحين على اسمها ايه كانت؟ استنى نشوف. انا خايف لو اقوله غلط. المهم اللي هي البتاع المشهوره دايما دي اللي هي بتصور عندها الناس، ومن اكبر الكنائس يعني في العالم. فخلينا نروح نشوفها بقى. دومو دي ميلانو. مش لازم تقريبا وصلنا المكان او قربنا، معرفش، بس هنشوف هناك اهو. هو انا معرفش ايه اللي ورا اللي انا دخلت ده، فاهم؟ بس هو باين عليه المول رهيب، حقيقي رهيب. معرفش هو باين في الكاميرا زي الحقيقة ولا لا، بس انا اتوقع ان هو في الحقيقة احلى مليون مرة الصراحة. وفي هنا حاجات مالناش دعوة بيها، لويس فيتون وبرادا الناحية التانية هناك اهي، وديور هناك بالظبط، وهنا برادا كمان. واخيرا وصلنا. ترى طيب يا جدعان، احنا دخلنا نطلب من هناك حاليا يعني لحد ما المحلات تفتح، لان مفيش محلات فتحت غير الفطار بس. في اسبريسو، موهيت، كابتشينو، الحاجات اللي احنا عارفينها. هو احنا ده مفيش غيره، ده اللي احنا نعرفه.
وطلبنا ايه؟ كابتشينو وكرواسون بالنوتيلا، وده مافن بالنوتيلا. وايه دي اللي معاك دي؟ دي كابتشينو مع كان اسمها نسيت والله، بس حاجة مافن حلوة. كابتشينو مع مافن. اما انا كابتشينو كمان. غريب، ما علينا. هناكل ونكمل رحلتنا. يا جدعان احنا قابلنا مصطفى من ابن حتتي. قابلناه في ميلانو، هو ساكن في ميلانو. ده اولا. ثانيا احنا كنا لسه بنتكلم مع مصطفى في موضوع البيتزا ومش عارف ايه. ففي اللي هو واحد مشهور هنا بتاع البيتزا، كان تقريبا كل الناس اللي بتروح ميلان بتاكل من عنده يعني وكده. فهو نفسه، هو اسمه ايه كان؟ سبونتيني. هو الناس كلها بتروح سبونتيني ده ومبهورين بيه. فهو الوحيد اللي بيقول لي، هو طبعا ساكن في ميلان، فبيقول لي انه لا سبونتيني مش حلو واوفر ريتد ومش عارف ايه والكلام ده. فاحنا عايزين نشوف بالنسبه لنا احنا ايه، عشان نعرف نقول راينا بعد كده. فاحنا ايه، خلينا نروح وبعد كده هنشوف سبونتيني ده اوفر ريتد ولا ايه الكلام. وهنخش نجرب سبونتيني اهو، وصلنا. فيلا بينا. في لازانيا، بس ما اعرفش اذا كان ممكن اللحمه دي ممكن تكون حاجه مش تمام. لا احنا خلينا في مارجريتا. ناخد مارجريتا ولا في مارجريتا. حاجات ثانيه؟ الاسعار كام ما تقول كده يا اسطى؟ احنا مش شايف. الاسعار هنا مكتوبه بس لو شايف مش شايف مش استطار. بصوا كاتبين الاسعار بالكيلو. بالكيلو؟ بس يعني في الحالة دي البيتزا بالكيلو. هناخد مارجريتا. ولو في مجال يعني ان احنا ناخد لازانيا، ممكن نجرب اللازانيا. ايه ده عندهم التراميسو. احنا عندنا اسمها تيراميسو. تيراميسو ايه، ايطالية صح؟ ايطالية. لا الاكل. لا هو موجود في العالم كله. مارجريتا. تري مارجريتا. نورمال. نورمالي ولا نورمال. نشربه؟ انت هتشرب ايه؟ شوف انت لو هتشرب انا معاك. عادي اي حاجه. سبرايت ولا بيبسي؟ بيبسي. due Pepsi e una quanto guarda? Mangiate qui? Sì, grazie. Allora, per margherita, due Pepsi, una ice tiramisù. لا بعدين. 24. Tre margherite. Sì. Avete delle patate? 95 you have? For sure. Chef. كويس. طيب يا جدعان احنا ايه، هنسيبكم عشان نتفاهم مع الحاجات دي. متأكد إن مش هاكل معلقة ولا؟ زي ما انت عايز، بس اقعد يعني شوف اللي انت عايزه. اوه روعة. Your faith was strong, but you needed the proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tired too. دلوقتي احنا رحنا مطعم شوكولاتة
طليان مش عارف حاجة شبه كده تقريبا. composing hallelujah, 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 hallelujah. جاهز يا شاب جاهز ان شاء الله. جاهزين جربها ان شاء الله. يلا بسم الله. And the moonlight overthrew you. She tied you to the kitchen chair. She brought you through. She cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah, hallelujah, hallelujah. هو احنا حاليا رايحين ملعب السان سيرو ان شاء الله، فاتمنى يعني نكون هنلحق، لان المنطقة معرفش هل هي تمام ولا مش امان ولا ايه، لان الوقت قرب او الوقت اتأخر، بس هنجرب. يلا بينا هنجرب. امبارح كان المفروض ان احنا نروح حتت كتير يعني. بعد ما قفلت بعد ما خلصت على طول الكاميرا فصلت، وكنا وقتها رايحين الملعب السان سيرو، بس ما عرفتش اصور هناك المكان هناك بالكاميرا وكده، فصورت بالموبايل. هسيب المقطع بتاع الموبايل هناك. المنطقة بالليل مش قد كده، ما برشحش ان حد يروح يعني مكان زي كده، بس الصراحة تستحق المغامرة يعني. وبس سيبنا ميلانو وقتها، موبايلي كمان فصل والكاميرا فصلت، كل حاجة فصلت، ومش معانا باور بانك ولا في اماكن نشحن فيها البتاع ده، فاضطرينا ان احنا نستنى لحد ما نركب الاتوبيس اللي رايحين بيه روما عشان نشحن. ودلوقتي احنا تمام، احنا في روما حاليا في ماكدونالدز بنفطر وكده بس. والانطباع الحالي حتى الان ان الايطالي ده حاجه كده نغمه، انت ما بتسمعش لغه، انت بتسمع نغمه، حرفيا نغمه. دي حاجه. الحاجه التانية ان الكابتشينو بتاعهم جامد في اي مكان، ماكدونالدز في اي حته كابتشينو. انا بجد اول مره ادوق كابتشينو كده. والناس لطيفه، ما فيش حد بيكشر لك بيبص لك، بتتكلم مثلا بلغه غير لغتهم فيبصلك نظره احتقار كده. الحمد لله لحد دلوقتي كل الموضوع ماشي زي الفل، ما عدا اخر 5 ساعات اللي الكاميرا فيها فصلت. كان مكان الخدمة أو موقف الأتوبيسات اللي احنا مستنيين فيه في ميلان مش بيليق بإن ميلان بحجم مدينة ميلان الكبيرة إنه يبقى فيه موقف أتوبيسات بالطريقة دي. وحش قوي يعني، وحش، ولا فيه فيشة ولا فيه حمامات ولا فيه دفايات. الجو كان تلج بالليل، بس غير كده كان كل حاجة تمام بس. فهنستنى عشان ما رغيش كتير وكده. فدلوقتي هنروح من هنا للكوليزيوم، ومن الكوليزيوم هنشوف هنروح فين كمان. يلا خليكم معانا.